بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وبسعاده وبسلامه كده دايما يا رب. كل سنه وانتم طيبين ورمضان متهنيين، رمضان مبارك عليكم وعلى الامه الاسلاميه جميعا. انا بشكر كل اصحابي وحبايبي واخواتي المتابعيني اللي بيكتبوا لي كومنتات جميله قوي قوي، بتبسطني وبتسعدني بصراحه. وبشكرهم من مصر وداخل مصر وخارج مصر، كل حبايبي عشان ما ننساش حد. بشكرهم جدا. ويا ريت حبايبي اللي لسه ما شرفونيش يدخلوا قناتي كده يشرفوني وينوروني ويشوفوا الاكلات بتاعتي والوصفات بتاعتي الجميله. النهارده هنعمل كنافه بالبلح، تحفه حكايه روعه لاولادنا اللي ما بياكلوش البلح. وكمان فيها بقى كام تركايه كده وكام حركايه مع البلح، تاكليه هتلاقي نفسك في حته تانية. وفي اضافيه تانية برضو معاها بتزود الذكاء للاطفال. ندخل مع بعض دلوقتي ونشوف التورته الكنافه بتاعتنا، صينيه الكنافه بتاعتنا الجميله. مقاديرها سهله وبسيطه وهتحضريها والله في 10 دقايق وهتعجبك او هتعجب اولادك كمان. دلوقتي احنا هنقطعها مع بعض كده. انا هنقطع منها جزء كده عشان تشوفوه معايا. كنافه روعه روعه وسهله وبسيطه، وليه تروحي تشتريها بالغالي وانت تقدري تعمليها في البيت لاولادك؟ حاجه سهله وبسيطه جدا جدا جدا. كده يا حبايب قلبي انا قطعتها، نبدا بقى نشيلها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رأيكم في الجمال ده؟ ايه رأيكم في الحلاوة دي؟ ايه رأيكم في الجمال ده؟ احلى كنافة بالبلح. شايفين جمالها؟ شايفين حلاوتها؟ حاجة كده روعة، حاجة بتتكلم عن نفسها، حاجة خرافة. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ اهو شايفين لوحة فنية بتتكلم عن نفسها. بالله عليكم لو انتوا عملتوها كده وقدمتوها لضيوفكم هيكون شكلها ايه؟ حاجه كده تحفه روعه هتبهرهم. دي ممكن تروحي تشتريها من عند حلواني، بتكون غاليه جدا. اعمليها في البيت يا حبيبتي، اعمليها بطريقه بسيطه. احنا بنحاول دلوقتي نوفر. شايفين جمالها وحلاوتها؟ يلا بينا نسمي الله ونصلي على النبي كتير ونروح نشوف مقاديرنا مع بعض. حبايب قلبي عندي هنا نص كيلو من الكنافه. تحطيه في الفريزر كده شويه، تسيبيه لما يتجمد. تحطيه حوالي 4 ساعات كده فهيتجمد معاكي، يكون سهل ان انت تقطعيه او تضربيه في الكبه زي ما انت عايزه. بس الكنافه بتاعتي دي مش عايزاها تبقى ناعمه قوي، تكون مقطعه بس ما تكونش ناعمه قوي. عندي هنا نص كيلو من الكنافه. عندي ايه تاني؟ هنضيف لها يعني نص كوبايه سكر بودره او اقل، معاها ذره من ايه، من الفانيليا، عشان تخلي ريحه الكنافه بتاعتنا جميله كده زي ما بناكلها بره ونلاقي ريحتها جميله كده. عندي نص كوبايه السكر، هنحط عليها بس ذره بسيطه كده من الفانيليا. ماشي. وبعد كده هنعمل ايه بقى؟ هناخد السكر بتاعي ده، نعمل ايه، نخلطه كده على الكنافه كلها عشان تبقى جميله معايا وطعمها حلو كده. كده يا حبايب قلبي لازم تدخلي السكر كله في الكنافه كده. طبعا النص كيلو ده هيبقى كتير على الصينيه بتاعتي. هنعمل ايه؟ هتاخدي منه الجزء اللي انت عايزاه والباقي تحطيه في كيس وتشيليه في الفريزر عادي، وبعد كده تكملي عليه. طيب اول خطوه عملتها ان انا ايه، غلفت الكنافه كده بالسكر. طيب هنعمل ايه؟ هناخد السمنه بتاعتي برضو. الكنافه طبعا احنا عارفين ان هي بتحب السمنه. هناخد السمنه بتاعتي ونغلفها برضو بالايه، اللي نغلف الكنافه بتاعتي بالسمنه كده. ده حوالي كوبايه الا ربع من السمنه، يعني اقل اكتر من النص شويه. ماشي كده حبايبي. انا شربت الكنافه كلها السمنه والسكر كده، طبعا عشان تطلع معانا حلوه كده زي اللي احنا بناكلها بره. اهتمي بالصينيه وانت بتعمليها، في تكات وحركات كده لازم تعمليها عشان تخلي الصينيه معاكي ايه، صينيه الكنافه او الكنافه اللي انت عاملاها تكون زي بره كده، حاجه تعجبك وتعجب ايه، وتعجب ولادك كده. خلاص انا بصوا يعني غلغلت كده السمنه جواها كلها عشان كلها تبقى متشربه السمنه. عندي هنا صينيه انا دهنها بالسمنه، حتى الجناب بتاعت الصينيه كده تدهنيها كده عشان ايه، صينيه الكنافه تطلع معاكي مظبوطه وتمام كده. دهنتها بالسمنه ودهنت الجناب بتاعتها. هناخد بقى الكنافه بتاعتي. قبل ما ناخد الكنافه بتاعتي في تكايه كده هنعملها. احنا هنعمل طبعا الكنافه زي ما اتكلمنا بالبلح اللي هو الايه الطري ده. ماشي. دلوقتي هناخد البلح بتاعنا ده نعمل فيه تركايه كده جميله قوي. عندي هنا حطيت معلقه من الزبده. هنخلي البلح بتاعنا ده بقى حاجه وانتي بتاكليه كده روعه. الزبده بتاعتي تسيح كده. عايزين ناكل بقى ايه، صينيه كنافه نحكي بيها كده، حاجه تحفه وجميله
واللي يجربها كده ان شاء الله هيدعي لي باذن الله. هننزل بالبلح بتاعي، انا مش عايزه الزبده تتحرق معايا، والبلح اصلا انا مش هو مش عايز انا مش عايزاه يستوي ولا يبقى طري، هو بس تشويحه كده بالزبده عشان ياخد ايه، نكهه جميله قوي. عندي كده ايه معلقه صغيره من القرفه، جربوا بس بطريقتي كده، والنكهات الجميله بتاعتي دي هتعجبكم قوي. عندي كمان رشه دي اضافي، اللي مش حابب يعملها مفيش مشكله خالص. رشه بسيطه كده من ايه، من جوز الطيب، دي هتخلي لك البلحيه بقى مع الكنافه في حته تانية خالص. يبقى حطيت البلح مع الزبده وعليها القرفه، وهنديها تقليبه واحده بس كده وخلاص على كده. انا بس هنديله تقليبه بس كده، مش عايزه اكتر من كده، انا مش عايزه البلح يتهري معايا، انا عايزاها تبقى برضو ماسكه نفسها كده. الريحه طالعه، مفيش اروع من كده ولا احلى من كده. جربوا بس بطريقتي، وكمان مفيده لاولادنا اللي هم مش بياكلوا البلح ولا بياكلوا الحاجات المفيده دي، فاحنا ننتهز فرصه شهر رمضان ونعمل لهم الكنافه بالبلح. وعلى فكره بتتعمل في غير رمضان وفي الشتاء، دي اكله شتويه جميله جدا، تعمليها في الشتاء بتبقى جميله قوي. يبقى انا كده شوحت البلح بتاعي مع الزبده، ومع معلقه من القرفه صغيره، ومع رشه بسيطه قوي قوي من جوز الطيب. هو انا الفكره ان انا بخلط كل ده عشان خاطر ايه، الحاجات تتداخل مع بعضها كده كده تمام قوي قوي قوي. هقفل عليها النار، ويلا بينا نروح نشوف الكنافه بتاعتنا هنكمل مع بعض ازاي. دلوقتي بقى ولعت الفرن عشان نخلص الصينيه بتاعتي ونحطها في الفرن على طول. انت ممكن لو مش حابه تسويها على طول مفيش مشكله، ممكن تجهزيها كده وتسويها براحتك في اي وقت. طبعا هي ماسكه كده في نفسها من السمنه اللي احنا حاطينها. يا حبايب قلبي عشان تضمني ان الصينيه بتاعتك تمام ومظبوطه قوي، بتجيبي صينيه تانية كده وبتضغطي بيها كده عشان خاطر تطلع معاكي ايه، مظبوطه وماسكه نفسها لما تيجي تقطعيها. وتجيبيها كمان على الحرف بتاع الصينيه كده، وتمشي عليها كده عشان تقطعي قطعه الكنافه تطلع معاكي مظبوطه قوي، وتطلع معاكي ماسكه نفسها، مش تقطعيها تلاقيها مثلا بتتفرفت معاكي، بتفك من نفسها كده اهو. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ ممكن على فكره انا بنديكي افكار واعملي براحتك، تحطي طبقه كاستر وتحطي البلح عليها، مش حابه الكاستر تحطي البلح عادي ماشي. فانا دلوقتي هننزل بالبلح بتاعي كده ونوزعه في الصينيه كده. حبايبي انا رصيتها بالبلح، شايفين شكلها جميل ازاي. عايزه بقى اضيف لها اضافه تانية، رشه من الزبيب كده عليها عشان خاطر ولادنا الحلوين اللي مش بياكلوا فاكهه ولا بياكلوا الحاجات الحلوه المغذيه دي كده. وبعد كده هننزل بباقي الكنافه بتاعتي كده عليها، وانت بتحطي طبعا واحده واحده وتظبطيها طبعا بايديكي كده، الحتت الفراغات تظبطيها. لو عملتي فيها كاستر قبل البلح طبعا ما تضغطيش بالصينيه عليها. هننزل عليها كده بمعلقه سمنه بلدي بقى، نوزعها كده عشان خاطر ايه، تخلي لنا الكنافه بقى ايه. يا جماعه بتوع الدايت يا جماعه، يعني محدش ياكل من الحاجات دي بقى، ولا نقول لكم خلاص احنا في شهر رمضان كلنا بناكل. ماشي يا حبايب قلبي، جربوها ان شاء الله كده وهتعجبكم. وما تنسونيش في اللايك والشير كده وتفعيل الجرس عشان الحاجات الجميله دي توصل لاكبر عدد يا حبايبي، وقناتي تكبر بيكم. هناخدها دلوقتي، انا مولعه الفرن، هندخلها الفرن، وبعد ما تطلع هنشوف بقى هنعمل مع بعض ايه، وهيكون نشوف الشكل النهائي بتاعها. كده يا حبايب قلبي انا طلعتها من الفرن، ده الشكل النهائي بتاعها. طبعا عندي الكنافه لسه طالعه من الفرن سخنه، لسه طالعه دلوقتي حالا. الشربات بتاعك يكون تقيل وبارد، ما ينفعش سخن على سخن. سخن على سخن لو انت عايزه الكنافه دي تكون طريه معاكي قوي، يبقى سخن وسخن مفيش مشكله. لكن عايزاها حلوه زي اللي انت بتشتريها من بره وفيها قرمشه كده شويه مش ناشفه قوي، يبقى الكنافه سخنه والشربات معاكي بارد، والشربات بتاعها يكون تقيل مش تقيل قوي برضو، يعني انت تقيلي زياده عن اللزوم. انا عامله الشربات معاكم في كذا حلقه، جميل اللي حابه تدخل. هنشربها كده الشربات ونتك على الحروف بتاعتها دي كده، وطبعا نلف الصينيه معايا كده تمام قوي قوي قوي. مش هنشربها اكتر من كده لان البلح طبعا ايه، مسكر، واحنا حاطين سكر في الكنافه والشربات كفايه عليها قوي كده. يبقى دي عندي الكنافه بتاعتي اهي، شايفين شكلها وجمالها، حاجه كده روعه.
قلبي قلبتها وده الشكل النهائي بتاعها. شايفين تحفه ازاي وروعه ازاي، بتتكلم عن نفسها. لايك وشير وسبسكرايب كده عشان الحاجات الجميله دي توصل لاكبر عدد، وقناتي تكبر بيكم يا حبايب قلبي، وكلنا نعمل الحاجات الجميله التحفه دي كده. وكل سنه وانتم طيبين وبرمضان متهنيين، ورمضان مبارك عليكم وعلى الامه الاسلاميه جميعا يا حبايب قلبي. باي باي.